عندما تهبط الطائرة في الأجواء الممطرة. أهذه جزيرة أم أنها نباتات تطفو فوق الماء أم أنه قارب يحيط به العشب والشجيرات الصغيرة؟ هذا اللص غبي أيضاً، ومن الواضح أنه لم يعثر على شيء ليتخفى به، فقام بلف وجهه بالمناديل. من المؤكد أن الشرطة قد أمسكت به. يا ترى في أي شيء كان يفكر هذا الرجل ليقوم بتكسير الجدران ليأخذ ماكينة صرف النقود؟ وكيف لم يسمع أحد به وهو يقوم بكل هذه الفوضى؟ ولكن يبدو أنه نجح في نهاية الأمر في الاستيلاء عليها والهروب بها. في هذه اللقطة يظهر زوج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهو يسحب الكرسي من وراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إسقاطه أرضاً. ولكن اتضح لنا في النهاية أن هذه اللقطة كانت مفبركة، وهذه هي اللقطة الحقيقية. من الجيد أنها تجيد السباحة. دخلت المذيعة لتقديم الأخبار، لكن يبدو أنها نسيت شيئاً مهماً. يجب على كل صحفي أو مراسل الحذر خلال تقديم الأخبار بجانب الطريق السريع. والعبرة من هذا التحذير هو هذه الصحفية التي كانت بينها وبين الشاحنة بضعة أمتار لتنجو من هذا الحادث. يبدو أن هذا الحوث يألف هؤلاء الأشخاص ليتعامل معهم بمنتهى اللطف ويتركهم يلمسوا جسده بهذا الشكل. اكتشف هذا الرجل مستعمرة للخفافيش داخل بيته. هذا الحمار الصغير غير معتاد على الضرب. في كثير من الأحيان نشعر أننا بحاجة إلى الرجوع أطفال مرة أخرى، ونقوم بأي شيء يشعرنا بأيام الطفولة الجميلة. وهذه السيدة قررت أن تركب السكوتر لتستعيد الأيام الخوالي، لكنها لم تتمكن من قيادته بشكل صحيح، وفقدت السيطرة عليه وسقطت. الرياضي قام برمي الماء على الصحفية أثناء إجراء المقابلة. المغنية قامت بإزالة شعرها الصناعي بشكل عفوي خلال حفلة مباشرة، من ما أثار دهشة الجمهور. ما بك أيها القط؟ من ما لا شك فيه أن المراسلين يتعبون كثيراً لتصل الأخبار لنا، وهذا المراسل كان حظه سيئاً جداً عندما قرر نقل الأخبار بجانب البحر، فنحن نعلم جيداً أن أمواج البحر قد تأتي في أي لحظة، فما كان منه سوى أن ضحك. حسناً، كل شيء يسير على ما يرام، لكن لحظة، أنظر للمفاجأة القادمة إلى هنا. موقف مضحك جداً يظهر لك كيف أن هؤلاء الأصدقاء أوفياء للغاية
مع بعضهم البعض. هذا أغرب مسكن في العالم، منتجع في دولة كندا، يقدم للناس فرصة العيش بين الذئاب القاتلة والمفترسة، حيث تستاجر منزل يكون بجانب عرين الذئاب بهذا الشكل الغريب. صلي على النبي. اكتشفوا إحدى عجائب الصين الهندسية، طريق يونغ العائم في مقاطعة جيانغشي، في مشهد يبدو وكأنه خارج من عالم الخيال. الغريب والمذهل في هذا الطريق أنه عند ارتفاع منسوب المياه يغمره الماء تدريجياً ليبدو وكأنه اختفى. صلي على النبي. هذا الاختراع عجيب ومدهش للغاية. صلي على النبي وشاهد للنهاية. أثناء العرض سقطت قبعة هذا الجندي عن طريق الخطأ، لكنه لم يتمكن من التقاطها بسبب القواعد الصارمة. وعند انتهاء العرض دوى التصفيق من الجمهور، لكن أحد زملائه لاحظ القبعة فتقدم بخطوات منضبطة مخالفاً القواعد ويقوم بإعادتها إلى مكانها على رأس زميله بشكل صحيح. وبعد هذا التصرف لم يقتصر التصفيق عليه فقط، بل حصل أيضاً على إعجاب الجميع. صلي على النبي. هذه الشاحنة في اليابان ليست كأي شاحنة عادية، بل تأتي مع منزل صغير متصل بها، مما يجعلها مثالية للحياة أثناء التنقل. عندما بدأت هذه الفتاة بقيادتها فاجأها هطول أمطار غزيرة، لكن بدلاً من القلق أوقفت الشاحنة ببساطة ودخلت إلى منزلها المدمج. ورغم صغر حجمه إلا أن هذا المنزل يحتوي على كل ما توفره المنازل الكبيرة: منطقة مريحة للراحة ومرافقاً أساسية، والأهم من ذلك سرير مريح للنوم بعد رحلة طويلة. صلي على النبي. عندما رفض هذا الطفل شرب الدواء، لجأ والده إلى حيلة ذكية أوهمه بوضع شفاطة في كوب الحليب، لكنه في الواقع أدخلها في الدواء. وعندما لاحظ الطفل أن طعم الحليب مختلف، شعر الأب بالقلق، ظناً منه أن خطته قد فشلت. لكن ما حدث بعد ذلك فاجأه تماماً، فعندما أدرك الطفل الخدعة لم يغضب أو يرفض، بل أمسك بكوب الدواء وشربه دفعة واحدة. صلي على النبي.